هو ايه اللي بيحصل النهارده؟ الزمالك بيخسر امام زد بنتيجه 2-1 في الجوله السادسه في الدوري المصري، وعندك بيراميدز النهارده بيخسر من سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-0 في الجوله السادسه في الدوري المصري. يعني الزمالك بيخسر النهارده. نادي زد ده نادي معمول بقالوش كام سنه، لسه اول مره بيلعب في الدوري المصري بيكسب نادي كبير الزمالك النهارده بنتيجه 2-1. والله العظيم ما مصدق، انا مش عارف اقول ايه. الزمالك النهارده زي الزفت، تشكيله زي الزفت، اداء زي الزفت، مش عارف اقول ايه. وادي زد وبعد ما كسب النهارده اهو صعد للمركز الثالث برصيد 12 نقطه. الزمالك كان في المركز الثالث، نزل دلوقتي الى المركز السادس برصيد 8 نقط. وعندك بيراميدز بعد ما خسر النهارده لسه زي ما هو في الصداره برصيد 13 نقطه. وسيراميكا كليوباترا بعد ما كسبت النهارده صعدت الى المركز الثامن برصيد 7 نقط. تعالوا اقول لكم كده قائمه ترتيب الدوري المصري. في المركز الاول بيراميدز برصيد 13 نقطه، في المركز الثاني فيوتشر برصيد 12 نقطه، في المركز الثالث نادي زد برصيد 12 نقطه، في المركز الرابع اتحاد السكندري بعد فوز النهارده امام سموحه بنتيجه 1-0 اهو وصعد الى المركز الرابع برصيد 11 نقطه. في المركز الخامس المصري برصيد 9 نقط، في المركز السادس الزمالك برصيد 8 نقط. الزمالك هيلعب المباراه القادمه امام بيراميدز في نصف النهائي كاس مصر. المباراه دي اللي هتتلعب يوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 الساعه 7 مساء. الكسبان ما بينهم هيقابل الاهلي في نهائي كاس مصر. يلا كل الدعم للتوفيق لنادي الزمالك في الماتشات اللي جايه باذن الله.